السلام عليكم. استكمالا لمتابعة أعمال مترو اسكندرية، بننقل لكم آخر التطورات واللي منها وأخيرا البدء في أعمال الحفر ووضع الخوازيق في محطة السوق في بكوس. محطة السوق مكانها بين محطة غبريال ومحطة الظهرية. هنشوف هنا نظرا لأن عدى وقت كبير من ساعة ما اتشال القطر وتم رفع القضبان وهدم أرصفة المحطة، بس ما كانش فيه أي أعمال في المحطة. هنلاقي إن السكان خلت المكان مقلب للزبالة، والناس اللي بيفرزوا الزبالة استغلوا التأخير ده وبقت مكانهم المعتاد اللي بيفرزوا فيه الزبالة، وده أثر طبعا على المرة من بلطجة ومن ألفاظ مش هي. فطبعا إن بدأ عمل الخوازيق والحفر في المنطقة هنا وفي المحطة، ده طبعا هيوفر على الناس تعب كتير وهيوفر على الناس يعني أضرار كبيرة. هنشوف هنا إن تم إحضار المعدات والموظفين موجودين. استعداد كامل طبعا. في المكان اللي احنا شايفينه ده الناس بتعدي من الناحية للناحية التانية، يعني من قبل القطر لبحر القطر والعكس. طبعا انتوا شايفينها كده نظيفة جدا، ده هو اتشال كل الزبالة اللي فيها. يعني على الوضع ده هي كده نظيفة. ده الطريق بقى اللي رايح على محطة الظهرية الناحية التانية، بيقابلنا الأول شارع السوق وبعدين نكمل على محطة الظهرية. اتسمت محطة السوق على اسم شارع السوق لأن شارع السوق أشهر مكان في منطقة بكوس، بس اللي متعارف عليه يعني أي حد هيقولك دي محطة بكوس، محدش بيقول محطة السوق. هنكمل لقدام هنشوف بقية الأعمال الناحية التانية. كده احنا ماشيين باتجاه محطة الظهرية. اللي في النص ده اللي في التقاطع ده تقاطع شارع السوق. المزلقان ده طبعا كان من أخطر المزلقانات، يعني أنا رأيي إن المترو إن هو هيبقى علوي كله، ده هيوفر كتير على الناس من الحوادث اللي كانت بتحصل. أكيد طبعا كله كان عارف الحوادث اللي كانت بتحصل في قطر أبو قير، فيعني إن هو هيبقى علوي ده أكيد هيحد من الحوادث الكتير اللي كانت بتحصل. إن شاء الله خير، يعني هيبقى أحسن بكتير. ده مكان المحطة بقى القديمة، ده سلم المحطة، طبعا قفلوه بسور علشان في أعمال جوه المحطة فمحدش بيعدي. كده احنا روحنا بقى الناحية التانية. هنا بقى بالفعل في أعمال، هنا بالفعل تم وضع خوازيق في المكان ولسه مستنيين استكمال الأعمال. كده ده شارع السوق اللي معدي فيه التوك توك. كده بنكون عرفنا آخر التطورات في أعمال مترو اسكندرية في محطة بكوس. لو عايزين تعرفوا كل جديد في اسكندرية ومهتمين بالتطورات اللي بتحصل في اسكندرية، تابعوا قناتي واعملوا اشتراك ولايك للفيديو.